رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة حتى نكمل فقرات حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الوطن، وأكيد راح نتحدث بمحور حلقتنا لهذا اليوم عن أهمية المشاركة بالانتخابات. أكيد نرحب بضيفنا الكريم حول هذا الموضوع الأستاذ سعيد البدري، كاتب وباحث ومحلل سياسي. صباح الخير أستاذ. صباح الخير ومرحبا بكم وبجميع مشاهدي السريانية الكرام. شكرا لك أستاذ. بداية راح نشوف تقرير اللي هو خاص بمحور حلقتنا لهذا اليوم، وبعدها نرجع حتى نتحاور أكثر حول هذا الموضوع. تمام. مشاهدينا تقرير ونرجع وياكم. قوباية إلي من نقزة السايد تكيلة لعلة استخصة ديمقراطاية كتيلة أرخاب مخزيتة صويانة بماني بتممتلي شو تبتب قوباية واليتا لأطريتا ومشتقلانوتا كنشييتا معدرنا ببنيتا الدولتا قانونا وشت آسي بتميدعخ بأن نقايوتا تقوباية وقراه بمعززتا شليوتا سياسيتا مع بدانوثا دش وقتا تقوباية أن نقايوثا دمشوتا بتقوباية منايا بر أثرايا بهاويلة قال شميعة ببرشتة ممتلاني ومقش منا عيروثة بارصوبا بزدقة والياثة قاطرة مزيدا الناموسوثة قاطخصة سياسايا ومعززة من مردوثة سوادة ودراشة شلامايا قاشلطانوثة كيوا قوباية برست قبر أثراية بطيمنتة بولخانة مشتقلانة عور صندوقة قوباية شت آسيت بيشي مقبية بأرخة رستا معدرنا بمتوتة خوكامة قمرويتا وشويوثة كنشيتا من معبدانوثة مريمنتا قش وقت قوباية إلى زبنوثة ناموسوثة شت آسم قوبية وشلطنتة جيباني بريشة على البسقانة سياساية وأب مكلة أرخة تراسة وشخلابة ودعرتها شويد مقروتها تشمش ياثا وبقاها شو تبتب قوباية ليلة أختي زدقة إنا إلى مشتقلانوتا أطريتا قا كل بر أثرايا وإلى أرخة باعلتا دعوتها شخلابة ووالي لبرستة عيروثة دي لنائيتقى عليمة بعوتت آها قرة قادعثث بشطابة. رجعنا وياكم مرة ثانية مشاهدينا الأحبة حتى نتحدث حول هذا الموضوع، وهو موضوع أهمية المشاركة في الانتخابات، وأيضا مع ضيفنا الكريم الأستاذ سعيد البدري. أهلا وسهلا بك مرة ثانية أستاذ. بداية من خلال متابعاتكم يعني ومشاهدة يعني المشهد السياسي الموجود حاليا، كيف تقيم الوعي الانتخابي لدى المواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة احنا نتحدث عن مشهد، هذا المشهد يرتبط بحياة الناس، هذا المشهد السياسي المتداخل مع اهتمامات الناس ورغبتهم في أن يكون لهم تمثيل. اختارينا بعد العام 2003 شكل النظام السياسي وذهبنا باتجاه أن يكون تمثيل نسبي لجميع المكونات العراقية، وهناك أيضا تمثيل للأقليات العراقية اللي هي جزء من النسيج الوطني وتمثل حالة الأصالة والاندكاك بالحضارة العراقية. قضية الوعي الانتخابي، هناك نوعين من المواطنين أو من الناس. هذا النوع الأول اللي يمتلك الوعي والدراية ويرى أنه قضية الصوت الانتخابي سيسهم في صياغة مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي وغير ذلك مما يرتبط بحياته الحقيقة واهتماماته طبعا كونه مواطن كمنتمي يعني للبلد. القضية الأخرى، النوع الآخر اللي هو يفتقر حقيقة للتثقيف، وهنا يجب أن نركز على قضية التثقيف على اعتبار أن التثقيف لا يبدأ فقط من خلال وسيلة الإعلام في مرحلة انتخابية، بل يبدأ من المدرسة، يعني مع بداية تكون الوعي لدى التلميذ الصغير بالروضة بالمدرسة، ونبدأ خطوات المدرسة. بعد ذلك المؤسسات اللي طبعا كل المؤسسات المعنية بذلك، ما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني اللي معنية بصياغة شكل النظام السياسي والحفاظ عليه والتعبير عنه والاعتراف في حال انحرف عن المسار المرسوم إليه، على اعتبار أنها بلد تعددي لا يقبل أن يحكم من فئة على حساب أخرى. نعم لدينا نظام الأغلبية والأقلية وغير ذلك من الآليات، لكن بالنتيجة النهائية الجميع شركاء في هذا الوطن، ويجب أن نتفهم ونفهم ذلك. كيف نتفهم ذلك؟ من خلال عملية التثقيف وبناء الوعي. إذن الوعي لا يبنى من خلال ممارسة محدودة لشهر أو شهرين أو حتى سنة، بل يبنى بشكل تدريجي وتراكمي، وعندما ينشأ الوعي نصل للمجتمع الديمقراطي.
هذه المقدمة أريد أوصل بها إلى أنه إحنا في العراق بعد 2003، وهذا فد شيء مهم حقيقة ويجب أن نلتفت له عندما نبنى استراتيجية بناء الوعي والتعامل مع الديمقراطية والتعاطي معها، ينبغي أن نلتفت له بشكل واضح وجيد، نفهمه حقيقة بعمق. إحنا بعد 2003 حتى 2017 اللي هو القضاء على تنظيم داعش الإرهابي كانت الأولويات أمنية، يعني كانت العملية ترتبط بقضية صراع المشاريع بالفعل. وجرى الحقيقة مهاجمة العراقيين بعنف من قبل الإقليم ومن قبل القوى الظلامية حتى يثنوه عن التجربة الديمقراطية لاعتبار هذه التجربة غريبة في المنطقة. وعليه العراقيين صمدوا وصبروا بإرادتهم بصبرهم تضحياتهم بكل ما قاسوه على مختلف المستويات، واستطعنا أن نعبر بهذا النظام السياسي. ومن 17 لحد الآن احنا في مرحلة نمو ونضج، وهذا النضج يقودنا إلى أنه احنا تجاوزنا مرحلة أن نأخذ ورقة ونرميها في الصندوق، مجرد أنه نمارس الديمقراطية مو بهالشكل. ديمقراطية آليات، برامج، استراتيجيات وتطبيقات على الأرض. إذن النظام السياسي يحتاج فترة من الزمن، وهذا مرت بكل الدول الديمقراطية، أوروبا وأمريكا وغيرها. احنا اليوم مثلا على سبيل المثال لا الحصر، يعني شوف مثلا قضية الدعاية الانتخابية، إذا ردنا نقارن في بلد مثل هولندا مثلا، هولندا بالبداية تجاربهم الديمقراطية هم كملكية دستورية، في البداية كانت بالضبط نفس القضية، الدعاية الانتخابية منتشرة بالشارع بهذه الكثافة. اليوم لما تروح على قضية مثلا انتخابات البلدية أو الانتخابات النيابية اللي موجودة في هولندا، تجد مثلا أكو تبويب، أكو مكانات مخصصة للدعاية. إذن هم مروا وش قد بمراحل يلا وصلوا لهذا. إذن احنا نحتاج هذا النمو الطبيعي مع نمو الوعي مع المواكبة. يعني ما نشاهد الآن هو حالة طبيعية يعني جدا، طبيعية مرتبطة بوعينا. طيب لماذا لم يتفاعل المواطنين؟ يعني يشاهدون يعني حالة غريبة هي، يعني خلينا نقول نسب. انت ذكرت اكو فئتين، فئة اللي عندها الوعي بالمشاركة والفئة الأخرى ليس لديها الوعي. هذه الفئة ربما هي لديها يعني عدم تقبل لما يجري حاليا. لا هو مو قضية عدم تقبل. احنا قلت لك احنا بالنسبة لنا فيما يرتبط، وهي مسؤولية، قلنا مسؤولية الدولة كدولة كنظام دولة. لا نقصد الحكومة، الدولة بشكل عام بمؤسساتها بما في ذلك مؤسسة الحكومة، منظمات المجتمع المدني، النخب الاجتماعية اللي لها دور الحقيقة، وسائل الإعلام وغيرها، يجب أن تبني هذا الوعي. يعني اليوم المواطن اللي ما مدرك، إذا نكثف عليه الوعي ونقعد وياه ونجلس وأكو آليات للتوصيل، احنا ما نكتفي بالأساليب التقليدية، مو فقط أنه نجي نحكي بتلفزيون وبإعلان، ربما المواطن هذا تعليمه مستواه إلى آخره. وعليه يجب أول مرة نركز على الأجيال الجديدة اللي بنوعيها من بدايات المدارس في نظامنا السياسي والديمقراطية، وأهمية الصوت والمشاركة، وين يودي وين تأخذ هذه المشاركة، على اعتبار أنه المشاركة الفاعلة ستنتج مشهد متوازن يقلل، يعني كل ما تصعد نسب المشاركة راح تقل المشاكل، راح تقل الاعتراضات، راح يدرك المواطن أنه شريك ومسؤول عن مشاركته، وينبغي عليه أن يوصل أناس جيدين ولا يستمع عندما يتثقف الإنسان ويوعى، ما راح يستمع للدعاية المغرضة، على اعتبار أنه الكثير من التفاصيل اللي تأثر في سلوكيات المواطن والدفع باتجاه المعارضة أو باتجاه عدم الاستجابة هو وجود الدعاية بكل وسائلها وبكل أساليبها، وجود التضليل، وجود المشاريع الخارجية والضخ الإعلامي، وجود يعني توظيف دوافع الخوف اللي هي هذه نظريات نفسية يجب أن نتعامل معها بجدية. الحقيقة هناك حرب أيضا إدراكية تحاول أن تؤثر في إدراك هذا المواطن، وعليه كل ذلك كيف نقضي عليه؟ نقضي عليه بممارسة الوعي، تنمية الوعي، بناء الوعي. قلنا نبدأ من المدرسة ونصعد صعودا بس بآليات حقيقية مو شكلية. ينبغي أن يلتفت حتى اللي يعطي المادة، مثلا هسه عندنا مثلا المادة يسموها أخلاقية أو ما أعرف إيش، جديدة أتصور. يعني هذه تسهم حقيقة، ووضعت لرفع الوعي بوطننا، بحضارتنا، بتاريخنا، نرتبط بتاريخنا. يعني احنا مثلا في السابق كنا مثلا ندرس مادة الوطنية اللي تركز مثلا تاخذنا باتجاه ايديولوجيا البعث السابق يعني. اليوم لا، احنا اكو اساليب تاخذنا باتجاه أن نعرف حقيقة نظامنا السياسي، الديمقراطية المادة العفو. هذه الديمقراطية تعلمنا كيف نشارك، كيف نطالب بحقوقنا. اكو احيانا الانسان ما يعرف شو يطالب بحقه، ما عنده اليات ولا برنامج لمطالبته بحقه، يعني يروح للدائره هو ما يعرف شيء، يجهل كيف يتكلم الموظف، اذا الموظف ما استجاب لاي جهه يروح يشتكي. هاي القضايا يجب ان نلتفت لها حتى نبني شخصيه وطنيه يعني ولا تؤخذ حقوقنا. فالقضيه بهذا الشكل، كيف نسهم احنا كنخب
إعلام، صحفيين، كتاب، مثقفين، اللي إحنا معنيين بمد جسور بين السياسة وبين المواطن، ويجب أن تكون هذه السياسة تنعكس على احتياجات المواطن وتعزز هويته وانتماءه لوطنه. وعليه السياسة مو فد شيء طارئ، لا، السياسة حاجة، على اعتبارنا هؤلاء أساسا ممثلين لهذا المواطن، والذين المواطن يعطي الساسة الشرعية في أن يمارسوا العمل السياسي والتنفيذي والتشريعي وغير ذلك، والساسة يخدمون المواطن بما يرتبط بطموحاته واحتياجاته. هذه القضية. إذا فهمنا هذه العلاقة، وهذا واجب النخب، أنه نعم. يعكسون علما لهذا المواطن اللي محجم، اللي ما مدرك، اللي جاهل، اللي عنده قلة معرفة إلى وبالنتيجة النهائية نصل إلى مشهد. هذا مو تنظير الحقيقة، هذه منهجية ينبغي أن نتبعها. كل مفردة بها ممكن أنه إحنا ناخذها بالاتجاه اللي يخدم مشروعنا السياسي وبشخصيتنا الوطنية. طبعا هذا مو فقط انحياز للنظام السياسي ونخلي النظام السياسي يعني خلينا نقول فد سلطة عليا تقمع الناس، لا، هذا انحياز نوعية النظام السياسي الذي ينظم حياة الناس ويشارك فيه الناس في صناعة القرار. وهذا صلب الديمقراطية، جوهر الديمقراطية هو هذا، أنه تكون النظام السياسي معبر عن حاجة المواطن، ويكون للمواطن دور في صناعة هذا النظام السياسي. طيب برأيك يعني نعم. أستاذ سعيد، يعني المواطن الآن في ظل العولمة والتكنولوجيا وكل هذه الأمور يعني ما عنده لحد الآن البعض منهم هذه الدراية بالنظام السياسي اللي تتحدث عنه؟ لا، الحقيقة احنا اليوم اكو يعني هناك دراية على الأغلب. لا شوفي، احنا قلنا تحدثنا عن جزئين. اليوم خلينا نجي للنسب، النسب اللي ترتب والإحصائيات. إذا نروح مثلا لجهاز الإحصاء وزارة التخطيط، نجي تعداد العام للسكان، شوف ايش قد نسب المتعلمين تعليم عالي. طيب هذا التعليم العالي ايش قد بهم واعيين، ايش قد مو واعيين، ايش قد متخصصين بس ما عنده ثقافه عامه، ايش قد مهتمين بالسياسه. مثلا نجي مثلا لنسبه الاميه اللي موجوده، حتى الاميه الحضاريه اليوم اللي ما يعرف يستخدم تليفونه وحاسب وكذا، هاي اميه حضاريه على اعتبار انه وسائل اختلفت، وسائل التعاطي، القراءه، الكتابه، ما اعرف ايش التعاطي مع هذه التفاصيل. يعني اكو مثلا شخص يجيبوه على التليفون للتسليه كنوع من الترفيه، نعم. استبدل التلفزيون بالموبايل في الترفيه. واكو شخص عنده قضايا عميقه، عنده بحث، فالاستخدامات مختلفه. كدرايه عامه نوع النظام السياسي بتفاصيله، يعني انا اليوم اريد اجزم يعني كدرايه يعني واقعيه حقيقيه جوهريه مو موجوده. يعني على سبيل المثال انا هسه اريد اسال اي مواطن حتى جزء من النخب شنو معرفته مثلا عن قضيه احتساب الاصوات. اليوم شنو هذا النظام السياسي او هذه التجربه النيابيه اللي احنا مقبلين عليها، النظام الانتخابي اللي على اساسه راح تحتسب الاصوات شنو؟ يعني باي طريقه راح تحتسب الاصوات؟ نعم. فاكو هسه اكو ناس ما يهمها هذا، يقول لك انا واجبي نعم. او تكليفي الشخصي تجاه وطني، تجاه نفسي، تجاه الناس اللي وياي، انها اوصل شخص نزيه بمواصفات معينه، عنده برنامج انتخابي اقتنع بهذا البرنامج وخلاص. اكو لا يقول لك لا انا انظر لانه هذا ابن عمي، قرايبي، ابن منطقتي، هذا مثلا احسن الظن به، هذا مثلا انا مؤدلج واؤمن بفد ايديولوجيا معينه لحزب معين واختاره. فاكو الناس مذاهب شتى. احنا بالاساس قلنا شلون نبني الوعي، منين ننطلق من عنده؟ ننطلق من الأساس. فإذا ردنا جنابك الكريم ردا على سؤالك الكريم ست مريم، وحقيقة يسرني أنه تكون هذه الأسئلة بهذا الشكل الصريح والواضح والواعي. ليش؟ لأنه احنا بالنتيجة نريد نصنع نموذج. احنا اليوم لما نثقف للنظام السياسي، هذا النظام السياسي اللي احنا اختاريناه ودستورنا يؤمن لنا تداول سلمي للسلطه، ابتعدنا عن الدكتاتوريات. احنا ما جاي ندعي مثلا لايديولوجيا معينه، لا، جاي ندعو لنظام ينظم حياتنا، مرتبط باحتياجاتنا اليوميه، مرتبط بمعاشنا، بمستقبلنا، بسيادتنا، بعلاقتنا بالعالم. فهذا التثقيف هو اللي يخلق حاله التثقيف هذه. لو الكل يسمع هذا الكلام ويجي يناقشه ويجي يفكر به، يستغرق به قليلا، راح يكتشف انه القضيه ابعد من دعوه الى انه اريد انجح مجرد ممارسه، مو فقط انجح ممارسه، لا، اريد انجح مشروع. هذا المشروع بالنتيجه النتائج راح تنعكس علي، على حياتي، على معاشي، على وضعي، على مستقبلي، على اولوياتي بالمستقبل، على كل الاخطار يدفعها بالاتجاه الاخر، ونمشي بامان وبسلام وننتج فد شيء
يعني نقدر احنا نبني عليه للمستقبل ونمضي به باعتباره خيار اسلم للجميع. طيب استاذ سعيد، يعني بهذه الحاله كيف يستعيد او خلينا نقول كيف نقوم باستعاده ثقه المواطن بهذه العمليه، خاصه الان بالعمليه الانتخابيه؟ نعم. هسه اجي يعني ما هي الخطوات اللي نعم ممكن نعم انه نعم تجرى؟ اجي على قضيه التثقيف، باعتبار انه هذا يدخل في خضم حاله التثقيف. اولا حاليا خلينا نقول وقت ممكن نتاخر انه عن هذا التثقيف، يعني خلينا نقول احنا حاليا في وقت انت تتحدث يعني خلينا نقول يعني مستقبلا ما راح يجري. نعم. لا هسه حاليا يجب ان يدرك المواطن انه صوته مو مجرد رقم، مو مجرد رقم يوضع في الصناديق يصعد هذا الطرف او يصعد ذاك، لا نعم. صوته هذا هو اختياره، هو مسؤوليته، هو الاتجاه اللي يوديه الى اين عندما اخذ هذا الصوت. أو واحد هسه خلي احكي بشكل اعم. نعم تفضل. صوتك الانتخابي مسؤوليتك. ليش مسؤوليتك؟ اولا يساهم في دعم النظام السياسي، يقلل المخاطر، على اعتبار انه المشاركه راح تخلق لنا نظام متوازن قليل التقاطعات. لكن هسه لما نجي 50% مع 50% ضد، هسه يجي هم قسم ال 50%، اكو مقصر، اكو جاهل، اكو يعني لا مبالي، اكو لا اكو انسان ما مقتنع. نعم. بس هذا عدم الاقتناع ايش قد نسبتهم؟ اذا حصرناه خلينا نقول وصلوا الى 25%، هذول ال 25% اجي اناقشهم. البقيه اجي اثقفهم ذول ال 20%. المقتنعين هم اجي اتناقش وياهم. مقتنعين بايش؟ مقتنع ببرنامج انتخابي، مقتنع باصل الممارسه، مدرك ان هذه الممارسه بالنتيجه النهائيه نعم. يعني راح تقوده باتجاه انه يكون جزء من حاله التفاعل ويمارس حقه. لو هذا المشاركه مجرد يسقط واجب. المشاركه يجب ان تكون مشاركه ومشاركه بالنتيجه اللي تاخذنا للتثقيف. نعم. واعيه. اذا ما يتوفر هذا الوعي الانتخابي، الوعي بالمشروع، الوعي بالنظام، اللي انا يجي اشارك، وصلت لي شخص فاسد، هسه شاركت انا سقطت الواجب، بنظري انا مسقط الواجب، لكن عندما اختار شخص فاسد مو صاحب منجز، ما عنده المقومات، ما عنده المؤهلات، صلحت له خربت. وحتى المشاركه يجب ان تكون مشاركه صحيح. واعيه. يعني هسه اليوم حتى صحيح. على مستوى المكونات، كل اخواننا العقلاء في كل المكونات العراقيه يدعون لقضيه عقليه تقودنا للنهايه الصحيحه. نعم. يقول لك اختار الافضل لدنياك، اختار الافضل لمستقبلك، الافضل النزيه، الأفضل اللي أنت تعرف من خلاله خبرته وتجربته ومعرفته ووعيه وحرصه. نعم. وطنيته. يعني أنا مرة أشارك أوصل شخص، أو أنه ما أشارك وأيضا هذا الشخص راح يوصل. طيب أنا شنو اللي غيرته؟ أنا مرة أشارك وأوصل شخص سيء، مرة ما أشارك وأسمح لهذا السيء اللي عنده أموال ويشتري أصوات وكذا يوصل. إذا أنا ما غيرت فد شيء. نعم. أنا فرطت في حقي مرة، ومرة ثانية ما مارست حقي بشكل صحيح. فالقضية بهذا الشكل. قلنا احنا 30% ذول ينبغي ان نحاورهم ونتحدث وياهم ونقنعهم. نعم. 20% اذا حسبنا هالنسب، وهي نسب افتراضيه ايا كانت النسب، ال 20% الباقين ينبغي ان اوعيهم واثقفهم واحفزهم واخذهم باتجاه انه يمارسون حقهم. والبقيه ال50 لا، اجي اشتغل عليهم، ارفع وعيهم. نعم. وابصرهم واقول لهم ترى هذا صحيح وهذا المو صحيح، وهذا واجب من احنا حكينا عن المؤسسات. نعم. اجي انا اركز على دور النخبوي اللي هو يمد جسر بين السياسه وبين المواطن. على اعتبار النخبوي، ليش انا اركز على النخبوي اللي هو الاعلامي والمثقف. نعم. والكاتب بالتأكيد. لانه قادر على ايصال الفكره ويبسطها للمتلقي. الاعتبار هو يبدا من الهرم، من اعلى الهرم وينزل للقاعده. ممكن السياسي خطابه ينظر له على انه خطاب مصالح، ينظر له على انه خطاب يريد يستفيد والسلام ويمارس السلطه. صحيح. لكن النخبوي هو هذا دوره، يرشد أداء السياسي ويمارس الرقابة الشعبية اللي هي رقابة فاعلة عادة. طبعا احنا عندنا فتح حالة بالعراق أنا أستهجنها الحقيقة على مستوى ما يرتبط بالنخبة. أغلب الأخوة النخبويين هو يعارض لأجل المعارضة فقط، يعني ويترفع عن أنه يقوم بهذا الدور، لأن يعتبر نفسه هو أعلى. نعم. اعتبار فكرة وثقافته أعلى من السياسي، ويعتبر السياسي أيضا من طبقة الجهل مثلا أو عدم وضوح في منطقة رمادية يصنفوا. نعم. أنا أقول لا، إحنا إذا أردنا أن نرشد هذا النظام السياسي ينبغي أن نعمل بكل طاقتنا وجوارحنا وضميرنا وطنيتنا حتى نرتقي بنظامنا السياسي، أو أنه إحنا نصنع
أناس قادرين على تحمل المسؤولية ونشجعهم للمشاركة ويذهبون باتجاه تمثيلنا. فالمسألة بهذا الشكل، الدور الأساسي، وهذا رأيي الشخصي، نعم يقع على النخبوي في تبصير الناس، في حثهم على المشاركة الواعية، طيب. في صناعة وعيهم. نعم. عليه، لأنه هذا النخبوي هو القادر، خصوصا النخبوي المثقف اللي يدرك مسؤوليته الوطنية والقادر على إيصال الخطاب، نعم. وإيصال الفكرة بشكل مبسط ونافع وبأسلوب يستهوي الآخر، على اعتبار عنده دراية في التعاطي معه. وأكيد وممكن يتقبلها المواطن. طيب أستاذ سعيد، خلينا نقول شريحة الشباب، أنت ذكرت بداية أنه تعريف بالمدارس وهذه الأمور، لكن شريحة الشباب اليوم شريحة فاعلة جدا بالمجتمع، يعني دورها أيضا في هذه العملية الانتخابية وأهميتها. نعم، بكل تأكيد احنا مجتمع شاب، يعني نعم. إذا نجي نشوف إحصائياتنا، احنا من المجتمعات الشابة جدا الحقيقة، ولدينا يعني طاقة حقيقة بشرية هائلة. هذه الطاقة يجب أن توظف بالاتجاه الصحيح. نعم، هؤلاء شبابنا تحملوا كل العقبات والمصاعب، وكانوا جزء من معادلة حقيقة حماية أرض الوطن والدفاع عنه في أصعب المراحل. وعليه اليوم شبابنا وكثير منهم الحقيقة واعيين، ينبغي أن نجي نخاطبهم ونتعامل وياهم، نوفر لهم الفرص، وهذه الفرص يجب أن هم يساهمون في صناعتها من خلال مشاركتهم وإيصال الناس النزيهين. يجب أن يقول الشاب أنا هنا بأي طريقة، مرة بالاعتراض فقط، برفع الشعارات فقط، لا، أن تشارك، أن توصل، أن تصنع، أن تواجه، أن يكون لك صوت. هذا الصوت بهذه الآلية اللي اختارناها، بهذه الطريقة اللي مشينا بها. وعليه الشاب باعتبار إذا أردنا أن نبني، طبعا وقلنا هم يجب أن نركز، هي بناء الأجيال هي مسؤولية مشتركة الحقيقة. نعم. الأسرة، المدرسة، بالتأكيد. الكلية، النخبوي إلى آخره، كلها تسهم في بناء وعي هذا الشاب. الشاب احتياجاته يريد يشوف مستقبل، يريد يشوف حياة تليق به، يريد يشوف شيء يليق بكرامته، عند الطاقة، عند الحركية. ممكن أن أوظف هذه الطاقة والحركة والنشاط اللي عند الشاب في بناء الوطن. أوجد مشاريع، هذه مسؤولية الدولة أن توجد هذه المشاريع، مسؤولية الشاب أن يشارك ويتفاعل وأن يبحث عن هذه المشاريع، أن يصنع مستقبله وأن يلتقط الرسائل القادمة، يشوف الشعوب كيف وعت وكيف تطورت. وعليه أنا أقول الشاب ينبغي أن نوفر له الأرضية ونسمح له بالانطلاق، وأن لا نتحسس. التركيز على اهتماماتهم. نعم. أيضا شوف، أكو القضية الأساسية، أكو بعض الناس اللي ما واعين للحقيقة، انه دائما يحاول ان يفرض رؤيه باتجاه واحد وينغلق على هذه الرؤيه. أنا اليوم لما اشوف الشاب متفاعل، وانا باني صحيح، نعم، هسه باني صحيح، هو منطلق ومتفاعل وطاقته وسرعته تفوق سرعتي، أنا لازم أخلي له كوابح. هذه الكوابح مو أقيده، لا، أخليه ينطلق باتجاه مشروعه، لكن أكو فد حدود يتوقف عنها. طبعا الناس حتى ينطبق على قضية الحرية المنفلتة. نعم. يعني اليوم مثلا ممارسة الحرية هاي حرية، وقبل كل من يصنع كيف لو أكو فد لديها مفهوم خاص. بالضبط. أكيد أكو ولها آليات أيضاً. وتتوقف عند حدود معينة، لها حدود ومحددات. نعم. هذه الطاقة الشبابية ينبغي أن تؤخذ بهذا الاتجاه، على مستوى المشاركة، على مستوى صناعة القرار، على مستوى هؤلاء الشباب أصلا من عندهم قادة للمستقبل، أجربهم في مواقع وفي أماكن، وهذه الأماكن ينبغي أن تكون تليق بتجربتهم وتليق بمكانتهم الاجتماعية اللي أحاول أصنعها. أبحث عن هؤلاء الشباب وعن هذه النماذج المتميزة وأزجها في ميادين. ما تصير هذه الممارسة الحقيقة ممارسة شكلية، أنا بس أريد أقنع، أنا عندي مثلا برلمان شباب وعندي كذا، لا، أريد آليات، أريد هؤلاء الشباب جميعا. حتى الرافض هذا لما أجي أقعد وياه وأبصره وأفهمه وأخذه باتجاه المشروع، لأنه هذا بالنتيجة إذا ما يوظف بهذه الاتجاهات للبناء راح يأخذ باتجاه آخر. وإحنا شفنا إنه الكثيرين خذوهم باتجاهات أخرى، وبالنتيجة خسرنا، وهم ذولا ثروتنا. وإحنا نخسر من رصيدنا ومن ثروتنا. أي شاب يذهب بالاتجاه الآخر اللي هو الاتجاه الظلامي، الاتجاه اللي احنا ما نحبذه، اللي ما نحبذه لوطننا، هنا حيكون يعني دورنا ودور المؤسسات أيضا ودور الحكومة في توجيهها. طبعا أستاذ سعيد، أخيرا الكلمة اللي تحب توجهها للمواطنين قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع. والله رسالتي هاي بشكل مباشر للكاميرا وللمواطن أيضا. الرسالة كالآتي:
أخواني، أحبائي، أبنائي، أصدقائي، آبائي، إحنا اليوم في هذا البلد نعيش، نتعايش، نذهب باتجاه بناء هذا البلد. مشاركتنا تعني تمكيننا للأصلاء، للشرفاء، لأبناء هذا الوطن. رسالتنا أن نشارك مشاركة واعية، التغيير فقط وفقط من خلال الصناديق ومن خلال أصواتنا، لأننا بذلك نمارس دورنا ومسؤوليتنا وقرارنا الواعي. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع أن يوفقهم من أجل هذا العراق، لأنه العراق نسأل عنه غدا، لأن هذا وطننا وحب الوطن من الإيمان. هذه الرسالة أنا أوجهها بمحبة لكل أكيد. أبناء وطني اللي هم إخواني وأخواتي وآبائي وأصدقائي وزملائي وأساتذتي. وأنا أصغر من أن أنصح، لكن أنا أقول يجب أن نمارس دورنا بهذا الاتجاه اللي هو لبناء بلد. بالتأكيد. نشكر وجودك ويانا أستاذ سعيد البدري، كاتب وباحث ومحلل سياسي. شكرا لك. أشكر الست مريم والإخوة القائمين على الإعداد حقيقة، وللسريانية لإتاحة هذه الفرصة نتحدث مع أهلنا، وبالنتيجة احنا نمارس دورنا ورسالتنا اللي هي إن شاء الله تكون رسالة واعية. أكيد. ورسالة بها ثمرة. أكيد بالطبع. تشرفنا بوجودك أيضا ويانا أستاذ سعيد.